السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله وانتم كتتابعوا في هذا الفيديو. بزاف د الناس اللي كيسولوني على الدواء ديال الميليو. كنت تكلمت الفيديو السابق وعطيتكم المرض ديال الميليو والمرض ديال الباتريس. ان شاء الله في هذا الفيديو غنعطيكم بزاف د المعلومات على الطريقه ديال استعمال البصله وكذلك الماكله اللي يمكن لك تدفعها للبصله. كما كتلاحظوا الاخوان، هذه البصله هذه هي اللي كنا زرعنا في رمضان في شهر 4. تبارك الله مزيانه وغدا وكتزيان، وحتى من اللون ديالها كتبان لكم خضراء، يعني ما كاينش شي مرض في البصله. هنا كتعرف البصله بان عندك ناجحه 100%. حتى الطريقه ديال السقا ديالها خاصك تعطيها الماء بانتظام، وضروري خصك تشبعها بالسقا مزيان. الطريقه ديال السقا كيف قلت لكم على الاقل 3 ديال السوايع في الفانا ديالك، كنتي كتسقي على 2 يدين على الاقل 3 ديال السوايع. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الدواء ديال الميليو، هو هاد الاخوان اللي كتشاهدوا معنا، هذا راه زوين بزاف. وكذلك هاد الدواء هذا تا هو كيتخلط معاه حتى هو راه زوين بزاف. الميليو، هاد الميليو الاخوان كيف قلت لكم راه كيكون في كتكون الضبابه اولا ملي كطيح الشا وكتخرج الشميشه، خصك ضروري تداوي على هاد الميليو هذا. راه هو اللي كيحرق لك البصله وكيعطي البصله، كيشوطها من الراس ديالها وكيبقى يحرقها حتى كتقتل الورقه ديالها. بالنسبه للباتريس، الورقه ديالها دائما كينعسها، الورقه ديالها كتكمش ما كتكونش واقفه. هذا هو المرض ديال الباتريس. ولا كانت عندك البصله تعدات شهر ونص، غتحاول تدفع لها هاد الماكله هذا راه ماكله فيه المغنيسيوم والفوسفور، راه مزيان بزاف وكيعاون البصله 100%. نتمنى الاخوان تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. اي سؤال عند اي شخص فمرحبا. انتم ما تنسوناش بالدعم في القناة، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.